عبيدة محمد، ساكنة جماعة المحبس التابعة لإقليم أسلزاك. هذه الجماعة تتبعد من مخيمة التندف ب40 كيلومتر. هذه الجماعة التي هي جماعة المحبس تبعد عن مخيمة التندف ب40 كيلومتر، وآتينا للتنديد من أجل الزيارة التي ألقاها المبعوث الأممي بان كيمون لجماعة بير الحلو التابعة لمخيمة تندوف. معك مراسلين من هيس بريس، من هيس نيوز، مدينة قرسيف. المجيء ديالكم، شنو الهدف ديالكم؟ المجيء ديالكم مدينة الرباط من أجل هذه العاصمة الرباط من أجل هذه التظاهرة للتنديد من أجل ما قاله بان كيمون في تصريحاته في مخيمة تندوف مع قيادي جبهة البوليزاريو أو الخصم الطرف الثاني اللي هما الجزائر. على هذا الشيء الذي قاله بان كيمون هو فاشل جدا. مشرفين، شكرا. شكرا مغربية عز الملك. شكرا.